طيب سيد سامر، قول لي شو عم بيصير معك؟ حكيم شكيب، انا ان شاء الله عروسي على العيد. اوكي. العيد كبير. طيب. بس عم بيصير معي بروبلم وشغلات، يعني ما بحس انه الرجل بيقدر يتحملها. مشاكل مثل شو؟ يعني مثلا بتذكرني بشغلات واحداث صارت من 3 سنين و4 سنين لورا. هون عم نحكي عن خطيبتك. اكيد. طيب. قد ايه صار خطيب؟ 6 شهور. 6 شهور. يعني لدرجه حكيم انه اذا في لايك من 7 سنين بتحسبني عليها هلا. طيب ستيل نحن بالسيف سايد، اذا بلشت تخبرك عن اشياء قبل ال 2000 هون بلشنا نفوت بمرحله خطره، وبعتقد لازم يكون في تدخل جراحي. على كل حال تدخل جراحي؟ لا يعني بما معنى شوف عزيزي، انا رح اشرح لك هيك الموضوع بطريقه مبسطه. المراه عاده بيجي معها بدماغها ابلكيشن بيلد ان بيسجل للشريك من لما بتبلش العلاقه الى ان تنتهي، واحيانا بعد ما تنتهي. معقول؟ طبيعي. بالوقت الرجل اذا بتساله شو غديت من اسبوع؟ ما بعرف. اكزاكتلي ما بعرف. وهذا اللي بيصير معنا كلنا عزيزي. كرمال هيك نحن في ثيوري جديده عم نشتغل عليها، اللي هي في ابلكيشن بينزل على التليفونات اسمه ماي ريليشن داي باي داي. ماي ريليشن داي باي داي. هذا الابلكيشن بتسجل عليه كل تفاصيل حياتك المهمه اللي بتصير بينك وبين شريكتك. مثل على سبيل المثال، اجى مثلا ابوه قال لك شو يا تخين، حتى لو بالمزح بتسجل اي ساعه، شو كان لون الكنبات، شو كان عم يشرب قهوه. اما قالت لك مثلا شو يا عاطل عن العمل، طيب بتحط. اذا مثلا هي مسحت معك قالت لك انه منظرك مش كثير حلو، بتسجلن. هدول كل هاي التفاصيل المهمه، لانه حيجي نهار وتواجهك باشياء امك قالتها او اختك قالتها او اي حدا ثاني قالها، فبكون انا عندي داتا اواجهها فيه. اكزاكتلي. اذا سلمنا فرضا انت بيوم من الايام جبت لها وردة، شو بتعمل؟ بجيب له وردة وبعطيها اياها. غلط. غلط عزيزي، غلط. انت لما بدك تجيب وردة، اول شيء بدك تسجل على الابلكيشن امتى جبت الوردة، شو كان الديت، شو كان التاريخ. على سبيل المثال انا جبت الوردة من عند دوار السلام، بتصور الشاب اللي اعطاك الوردة، بتصور الوردة وانت عم تسلمها اياها. هدول التفاصيل، كيف كانت حالة الطقس، كل هاي التفاصيل المهمة. بالضبط. عزمت على العشاء، شو بتعمل؟ بالعادة بعزمهم بناكل بنروح. غلط. عزمت على العشاء بتسجل، اول شيء بتصور اسم المحل من برا، بتصور الوجبه، بتاخذ انت وياها سيلفي، بتسجل شو اكلك بهذاك اليوم، تمام؟ الريسيت تاخذها معك، بلس بتعرف المحل اللي بتكون اللي بيجي عليها اللوجو. ايوه، بتسحب كمان تاخذها از ايفيدنس مع الريسيت، تحطها على جنب. رحت جبت لها قطعه ذهب. اكيد. شو بتعمل؟ بروح بشتري قطعه ذهب وبفرجيها. غلط عزيزي. قطعة دهب اول شيء اذا بدك تروح تشتري قطعة دهب تاخذ معك 2 شهور بطل الحال. 2 شهور؟ لا كمان تروح معك 2 شهور تاخذ انترفيو صغير مع صاحب المحل، تمام؟ بلس سيلفي انت وقطعة الذهب قديش حقها كان بالدولار، اثناء عملية التسليم بتصورها وهي بايدها. هدول كل المهمين. سوري بس حكيم، ليه كل هالديتيلز؟ كل هاي الديتيلز لانه رح يجي نهار وتقول لك انت بعمرك ما اخذتني محل. ايوه. استحليتك شي مرة تجيب لي قطعة. بكون انا مسجل هاي الديتيلز. تفضلي. بالمية. فكرمال هيك انا رح اسجل لك اسم الابلكيشن. طيب. اسمه والستبس اللي رح نمشي عليه ماي ريليشن داي باي داي. اب ستور ولا بلاي ستور؟ بينزل على 2 ما في اي مشكله. ايوه، ورجعني بعد 6 شهور اذا الله. بدك قاعد لحالي ولا مع خطيبتي؟ اذا ضليت. شكرا. اهلا وسهلا.